تخيل أن تستيقظ يوما وتجد عالمك ينهار وجدران الأمان تهدم وكيانات ضخمة بلا عقل تلتهم البشر كأنهم لا شيء. مرحبا بكم في ملخص الموسم الأول من إنمي هجوم العمالقة أتاك أون تايتن، الإنمي الذي لم يكن مجرد قصة بقاء بل صدمة مستمرة من بداية المشهد الأول. لنبدأ من حيث بدأت الكارثة. معكم عمكم موسوس في مقطع جديد، في مقطع تلخيص الموسم الأول من إنمي هجوم العمالقة. تدور القصة في عالم محاصر بثلاث جدران ضخمة، هي جدار ماريا، روز وسينا. البشر داخلها يعيشون في سلام هش منذ أكثر من قرن، بعد أن ظهرت فجأة كيانات عملاقة لا هدف لها سوى أكل البشر. في عام 845 يظهر فجأة عملاق ضخم يبلغ طوله أكثر من 60 مترا. العملاق الهائل يحطم بوابة جدار ماريا، بعده مباشرة يظهر عملاق مدرع يقتحم الدفاعات وينهار كل شيء. هنا نشهد مأساة بطلنا إيرين الذي يرى والدته تقتل أمام عينيه بينما يعجز عن إنقاذها. منذ تلك اللحظة يولد داخله دافع عميق: سأقتلهم كلهم. يجبر السكان على الفرار نحو الداخل، وتفقد البشرية ثلث أراضيها في لحظات. بعد المأساة ينضم إيرين مع صديقته ميكاسا ورفيقه الذكي آرمين إلى الجيش. خلال التدريب يتعرفون على مجموعة من الشخصيات المحبوبة والمهمة: جان، ساشا، كوني، كريستا، راينر، بيرتهولت وآدي. نرى تطور الشخصيات، تحدياتهم والمخاطر النفسية التي يتعرضون لها في معسكر التدريب. وفي الخلفية تترسخ فكرة المعركة ضد العمالقة ليست فقط جسدية بل أيضا ذهنية ونفسية. الآن ننتقل لمعركة التروست والمفاجأة الكبرى. بعد تخرجهم يرسلون لحراسة جدار روز في بلدة تروست، وهنا يحدث الأسوأ. العملاق الهائل يظهر مجددا ويحطم البوابة تماما كما حدث في جدار ماريا. وسط الفوضى يبتلع إيرين خلال المعركة ويفقد الجميع الأمل، لكن فجأة يظهر عملاق غريب يقاتل باقي العمالقة. إنه ليس كغيره، إنه عملاق يحارب من أجل البشر. وفي لحظة صادمة نكتشف أن هذا العملاق هو إيرين نفسه. نعم، لديه القدرة على التحول إلى عملاق، ويبدو أن هناك بشر آخرين لديهم هذه القدرة أيضا. صراع القوى. نرى مشهدا صادما: قطعة من الجدار مهدمة وداخلها يظهر وجه عملاق. ما هو سر الجدران؟ من بنى العمالقة؟ ومن العدو الحقيقي؟ كل هذا يبقى غامضا، ولكن المؤكد أن ما ينتظر البشرية أعظم من مجرد عمالقة. كان هذا ملخص الموسم الأول من إنمي هجوم العمالقة، المليء بالمفاجآت، الدماء والغموض. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شباب، أرجو دعمكم. سنبدأ في تلخيص الإنميات، وبإذن الله في المقطع القادم إذا وجدت تفاعل في هذا المقطع سأقدم لكم تلخيص الموسم الثاني من إنمي هجوم العمالقة.